بسم الله الرحمن الرحيم. اخر حاجه وقفت عندها المره اللي فاتت ان احنا نزلنا فيجوال ستوديو كود ولغه البايثون والاكستنشن اللي هنشتغل عليه. النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي ننشئ فايل، هنكتب عليه الاكواد بتاعتنا، وازاي هنكتب السنتكس بتاعت لغه بايثون، وازاي نعرف نقرا الايرور اللي بيطلع لنا. اول حاجه عشان نعمل البروجكت اللي هنبدا نكتب عليه الاكواد بتاعتنا، بنيجي على اي مكان في الجهاز ونكريت فولدر جديد وليكن نسميه كود. نرجع للفيجوال ستوديو كود. عندنا لما هنيجي نفتح البرنامج هيكون ظاهر عندنا بالشكل ده، فانا اقدر اضغط على اوبن فولدر واروح للمسار بتاع الملف بتاعي واختار. طيب نفترض هي مش الصفحه دي مش ظاهره قدامي اولى زي كده، فانا هيكون عندي الاختصارات هنا. لو عايز اعمل اوبن فولدر هضغط كنترول كي. لو انا مش عايز اعمل الاختصار ممكن اضغط على فايل بعد كده اوبن فولدر، برضه هو كاتب لي الاختصار هنا كنترول كي. في طريقه كمان ممكن اضغط على رسمه الفايل دي واضغط على اوبن فولدر. فكل دي طرق متاحه بالنسبه لي عشان اقدر افتح فيها الفولدر اللي انا هبدا اشتغل من عليه. اروح للمسار بتاع الفولدر بتاعي اللي انا كنت عامله اللي هو موجود، اول ما اضغط عليه اقول سيلكت فولدر، وانا كده فتحته عندي بقى الفولدر موجود عندي. انا عايز انشئ بقى ملف بتاع بايثون، هضغط هنا على نيو فايل واكتب اسم الملف الجديد بتاعي، وليكن مثلا هنسميه فيرست بروجكت. طيب الامتداد بتاع الملف هيكون دوت بي واي. هبدا اكتب جواه اكواد بايثون. بمجرد ما اضغط انتر انا كده انشات الفايل اللي هبدا اشتغل عليه بلغه بايثون. هنبدا ناخد اول امر عندنا اسمه البرنت. البرنت ده بيساعدنا ان احنا نظهر رساله على التيرمينال. انا كتبت برنت ايه الرساله اللي عايزها تظهر، وليكن هلو وورلد. بس كده انا كده كتبت الامر بتاعي. هضغط على السهم ده وهختار ران بايثون فايل ان ديتكتد تيرمينال. الجزء بتاع البروملب انا مش محتاجه دلوقتي، انا هقفله. عايز افهم ايه اللي ظهر لي هنا. اللي باللون الاصفر ده المسار او الباص بتاع لغه بايثون اللي انا لما كنت بسطبه في الفيديو اللي فات سطبته في المسار ده. تاني مسار عندي مكتوب باللون الابيض ده المسار بتاع الفايل اللي انا لسه منشئه جوه فولدر اسمه كود. عملنا فايل اسمه فيرست بروجكت دوت بي واي. بعد كده قام قرا الكود عندي، جه فتح الفايل ما لقاش غير امر واحد اسمه برنت، وجواه امر وجواه رساله اسمها هلو وورلد. فجه وطبعها لي هنا هلو وورلد. كده البرنامج اشتغل معايا تمام. انا عايز اطبع هنا رساله كمان، فهي حاجه اقول برنت. خلاص عرفنا ان البرنت دي بيخليني اطبع رسائل على التيرمينال، وليكن هكتب اي لاف بايثون. ومجرد ما عملت رن للكود تاني هلاقيه طبع لي هلو وورلد. دي الرساله الاولى امر الطباعه. دخلنا على البرنت الثانيه قال لك اي لاف بايثون. كل واحده اتكتبت على سطر من غير ما اكتب سيمي كولون. طيب لغه بايثون بقى ممكن احتاج فيها السيمي كولون؟ ممكن احتاجها حاله واحده لو انا هكتب اكتر من امر على نفس السطر. حتى لما انا كتبت الامرين برنت على نفس السطر ظهر لي هنا ايرور في خط احمر تحت كلمه برنت. حلها ان انا احط سيمي كولون. كده انا فصلت الامرين عن بعض، قلت له برنت بدايته من هنا ونهايته لغايه السيمي كولون. كده الامر بتاعي خلص. ادخل على الامر الجديد البرنت من اول هنا لغايه الاخر. ومجرد ما اعمل رن هلاقي الكود اشتغل معايا سليم وطبع لي الامرين او طبع لي الرسالتين زي ما هم. فكده الطريقه ان انا اكتبها من غير سيمي كولون صح. ولو هكتبها بسيمي كولون يبقى في الحاله دي انا بكتب اكتر من امر على نفس ذات السطر. لغه بايثون بتعتمد على حاجه اسمها الاندنتيشن. الاندنتيشن يعني التاب او المسافه اللي بتكون قبل الامر. لو لاحظتوا ان انا اول ما كتبت الاكواد بتاعتي ما عملتش مسافه بدايه السطر، بس بمجرد ما عملت تاب واحده لقيت في ايرور ظهر لي هنا. التاب دي فايدتها او الاندنتيشن دي بتعتمد على بتعتمد على البلوك اوف كود. على سبيل المثال حاجه هناخدها قدام وهندخل في تفاصيلها اكتر، بس للشرح النهارده بس حاجه عندنا اسمها بقول لو القيمه بتاعتي طلعت بترو نفذ لي امر معين. طيب الامر بتاعي بيقول عايز اعمل برنت ل هلو وورلد. البرنت هنا بقى عشان تكون بلوك اوف كود للاف او تكون جزء من الاف فانا عملت تاب قبلها. طيب لو شلت التاب دي هو ما بقاش فاهمها، هو بيجي يقول لك ان البرنت ده حاجه خارج الاف، فهنا طلع لك الايرور. فمجرد ما اعمل التاب هو كده الايرور اختفى. طيب هنتبع امر كمان وهو كان برنت اي لاف بايثون. الاثنين على نفس المسافه، ومجرد ما اعمل رن الاقي الكود يشتغل معايا تمام. ممكن يظهر لي خطا امتى؟ لو انا عملت تاب زياده للبرنت الاولى فالاثنين ما بقوش بلوك اوف كود على نفس على نفس الصف. طيب نحل مشكله زي دي ازاي؟ يا اما نرجعها يكونوا الاثنين على نفس الصف كده، يا اما لو انا عايز اعمل 2 تاب فاخلي
الكود او الامر اللي تحتيه يكون على نفس الصف بتاعه. فمهما زودت التابات في الاثنين هو كده الايرور بتاعي اختفى. اهم حاجه يكونوا على نفس السطر علشان نقول ان ده بلوك اوف كود. لو عملت رن برضه عشان نتاكد ان الكود شغال سليم، الكود شغال سليم ما طلعليش اي ايرور او اي حاجه. نجرب حاجه كمان، هنعمل اف ثانيه، هقول لو قيمتها بترو عايزك تعمل لي برنت اي لاف بروجرامينج، وعايز اعمل برنت كمان اي ام هابي. هنا يظهر لي ايرور او اي حاجه؟ لا مش هيظهر لي ايرور، كود اشتغل سليم. طبع لي اول رسالتين هلو وورلد واي لاف بايثون، طبع لي الاثنين برنت التانيين اي لاف بروجرامينج واي ام هابي. طيب ليه ما ظهرليش ايرور برغم ان هنا في عدد تابات اكتر من البلوك اوف كود اللي تحته؟ عشان ده بلوك اوف كود منفصل تماما عن بلوك اوف كود اللي تحته. فمعنى كده ان البلوك اوف كود هو اللي بيشيل عدد التابات بتاعته. يعني هنا حطيت 2 تاب، فكل بلوك اوف كود لازم يكون فيه 2 تاب. هنا حطيت تاب واحده وكل البلوك اوف كود لازم يكون على نفس الصف بتاعه. فدي فكره الاندنتيشن اللي بيعتمد عليها البايثون. طبعا هندخل في التفاصيل اكتر في الجزئيه دي قدام، بس دي كانت لمحه بسيطه عن المبدا اللي بيفكر بيه بايثون لما بنيجي نكتب الكود او الاوامر بتاعته. في حاجه كمان عايزين نتكلم فيها، ان احنا نعرف الايرور. انا لما غيرت التاب ظهر لي ايه؟ انا اكسبكتد اندنتيشن، هو بيقول لي الاندنتيشن ده مش مظبوط. ليه؟ عشان هما ما بقوش على نفس السطر. كان عندنا هنا البروبلم، او انا عندي خطا زي ده في البروبلم هيجي يقول لي لاين 3 عندك مشكله. اجي على لاين 3 هنا اكتشف ان الاندنتيشن بتاعه مش متوافق مع بقيه البلوك اوف كود. فاجي امسحه كده الاقي الايرور بتاعي ايه؟ اختفى. هو لغه بايثون دقيق جدا. الايرور بيقول لك مكان السطر اللي هو فيه وايه نوع الايرور اللي ظهر عنده. مثلا لو مسحنا قوس هنا، هو يجي يقول لك ان لاين 7، هنيجي عند لاين 7 في قوس was not closed. هو قال لك فين الخطا؟ في قوس انت مش قافله. فهتلاقي ان اي مشكله بتقابلك الكومبايلر بيساعدك بسهوله انك تطلعها. كده يكون انتهى فيديو النهارده، ونكمل بقيه الفيديو الجاي. سلام.